عملوها الرجالة، عملوها أسود أطلس منتخب المغرب إلى المربع الذهبي. ألف 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 مبروك لمنتخب المغرب. ويعني اللي اقدر اقوله المنتخب المغرب باللعيبه بتاعتكم رجاله جامدين، عملوا اداء اكتر من رائع النهارده، قدموا مباراه ناريه ضد منتخب البرتغال، منتخب من اقوى المنتخبات على مستوى البطوله. منتخب المغرب النهارده قدم اداء رائع، يوسف نصيري سجل الهدف وقدروا يحافظوا عليه دفاعيا كويس، رونالدو نزل في الدقيقه 51 عمل خطوره قويه جدا على دفاعات منتخب المغرب، ولكن منتخب المغرب ادى ببساله النهارده. كل الشكر لياسين بونو. ياسين بونو النهارده كان متألق، الاخطبوط ياسين بونو النهارده يعني ايه، عايزين بسم الله ما شاء الله. النهارده كان مأدي اداء رائع جدا، تصدى لاكتر من كور خطيره جدا على منتخب المغرب تصدى لها ياسين بونو. الدفاع كان كويس جدا منتخب المغرب رغم الطرد اللي في اخر الدقائق، ولكن حافظوا على دفاعاتهم قوه جدا 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 جدا، وده يبين لنا فعلا وليد الرجراجي يكتب التاريخ باحرف من ذهب. النهارده وليد الرجراجي بيثبت لنا ان المدربين العرب واي منتخب عربي اي منتخب افريقي باستطاعته ان هو يوصل لكاس العالم ويوصل للنهائيات، والموضوع مش صعب زي ما المغرب عملتها. ده بيدي امل وبيدي دافع لكل المنتخبات العربيه والافريقيه ان هي تشتغل على نفسها وتتعب. المغرب تعبوا على نفسهم وقدموا يعني مباراه النهارده ناريه. منتخب المغرب بيكتب التاريخ يا جماعه، وفرحه جامده جدا. يعني انا الشعب المصري كله فرحان بفوز المغرب، ويعني في 60 داهيه رونالدو والبرتغال. اهم حاجه الوحده العربيه والامه العربيه كلها فرحانه بتاهل المغرب النهارده للمربع الذهبي. اول منتخب عربي افريقي يوصل للمربع الذهبي، حاجه يعني كبيره جدا جدا جدا. ورغم ان المشوار صعب على منتخب المغرب، يعني مباراه النهارده انجلترا وفرنسا الكسبان فيهم هو اللي هيواجه المغرب في المربع الذهبي، ولكن المغرب علمنا ان مفيش حاجه اسمها مستحيل في كره القدم. كاس عالم للمفاجآت، شفنا مفاجآت كتير. المغرب مازال بيبدع ويورينا مفاجآت اكتر من اللي قبلها. كسب الاول بلجيكا، كسب اسبانيا، والنهارده بيكسب البرتغال. حاجه كبيره جدا 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 جدا، وفرحه الدول العربيه كلها والافريقيه كلها بتاهل المغرب. وكمان كابتن محمد ابو تريكه النهارده رفع علم المغرب، وفرحه كبيره جدا، وكل الشعب العربي كل الوطن العربي فخور بالمنتخب المغربي ووصوله للمربع الذهبي. بس يا جماعه بكده يكون خلاص فيديو النهارده. لو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تدعمنا باللايك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. من غير ما اطول عليكم،